مصر ترصد أول حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد. أعلنت مصر اليوم الثلاثاء رصد حالتي إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم OG5 الذي ظهر مؤخرا في عدد من دول العالم. وكشفت وزارة الصحة في بيان أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون OG5، وأوضحت أن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت على المريضين خفيفة، مشيرة إلى أنهما يتماثلان للشفاء. وأكدت أن أعراض الإصابة بالمتحور OG5 بسيطة، ولا توجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية. وأضافت أن التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية. وللمصابين بأعراض تنفسية تجنب الاختلاط بغير المصابين والتغذية الجيدة.